السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، الأخبار عاملين إيه؟ وإحنا مكملين مراجعة الهندسة. اتفقنا 6 دروس 6 فيديوهات وهنخلص المنهج. طب النهارده المفروض المراجعة على الدرس الثالث. طب لا، ما أنا هعمل لكم مفاجأة. النهارده مراجعة على الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث في نفس الفيديو. معنا طلاب الصف الأول الإعدادي. يلا كده اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك، وأي حاجة مش فاهمينها اكتب في التعليق. طب أول حاجة النهارده هندخل على الدرس الثالث اللي هو المثلث. طب إيه هو المثلث؟ أنا عندي كم نوع من المثلث؟ 3. مثلث إيه؟ سنة أولى إعدادي A B C. ونفترض أهو ده ب 5 سم وده ب 5 سم وده ب 5 سم. كده اسمه مثلث ايه ده؟ 3 قد بعض متساوي الأضلاع. المثلث متساوي ومتساوي الأضلاع. لحظة، احنا اتفقنا ان ال3 قد بعض. طالما المثلث متساوي الأضلاع يبقى برضه متساوي الزوايا. يعني ايه؟ هو المثلث الأول كل زواياه بكام؟ أولى إعدادي. كل زوايا 180. طب لو ال3 قد بعض وثلاث أضلاع قد بعض 180، يبقى بضاعة كم زاوية الواحدة؟ أيوه قلتي 180 على 3. ممتاز. اديني كام؟ 60. يبقى دي ب 60 ودي بكام؟ ودي ب 60. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لو أول حاجة متساوي الأضلاع، يقول لك ده في بالنسبة للأضلاع وبالنسبة لزوايا احنا هنكسب وقت. متساوي الأضلاع يبقى الزوايا كلها قد بعض. متساوي الأضلاع كل ضلع قد الثاني يبقى الزوايا كلها قد بعض. قالوا لي ايه سنة أولى إعدادي؟ المثلث كله 180. 180 على 3 بكام؟ ب 60. طب لا، أنا عندي هنا مثلث واحد ب 5 سم واحد ب 5 سم والثاني المفترض إن هو ب 4 سم. ده 2 قد بعض صح؟ مش 3. يبقى بكام ده؟ متساوي الساقين. متساوي الساقين. اهو الضلع A B والضلع A C، صح ولا لا؟ انا عندي ماليش دعوه بيه. يبقى مين قد مين؟ زاويه C تساوي زاويه B. تمام. بتجيبيها ازاي؟ اقول له AC يساوي A B. ال A راحت مع ال A، يبقى زاويه C تساوي زاويه B. هنا ده اللهم صل على سيدنا محمد. نفترض 6 سم 4 سم 5 سم. كل ضلع مختلف عن الثاني. مختلف في زاويه تبقى قد الثانيه، يبقى مختلف الاضلاع وبرضه مختلف الزوايا. طب لا يا مس، احنا اخذنا انواع المثلث من ناحيه اللي هو ايه كده اهو. بالنسبه للزوايا اسمه ايه ده بالاعداد؟ قائم. A B C. ليه قائم؟ زاويه B بكام؟ C. طب احنا ماخدين اهو، هنراجع الدرس الاول. ماخدين اول حاجه في الدرس الاول كم زاويه؟ 6 زوايا. زاويه حاده صفريه، بنبدا بالصفريه، حاده، قائمه، منفرجه، مستقيمه، ومنعكس اخر حاجه. حاده، صفريه، قائمه، منفرجه، مستقيمه، منعكسه. طب اتفقنا ان القائمه من اول حصه بكام؟ ب 90. حلو، ده ب 90. طالما ب 90 يبقى اسمه المثلث قائم الزاويه. مثلث ايه؟ قائم الزاويه. طب اللهم صل على سيدنا محمد. كده ده بكام؟ ولنفترض ده ب 40 وده ب 60. انا مش هكمل. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عندي زاويه 40 وزاويه ب 60. احنا قلنا من اول هنراجع الزوايا الاولانيه او الدرس الاول. اول درس الزاويه ال 40 دي حاده ولا صفريه ولا قائمه؟ ايوه حاده. زاويه 40 و60 حاده. كل ما هو تحت ال 90 حاد. طب يبقى ايه كده المثلث طالما فيه زاويتين حدتين. طب هي 40 و60 الاول مين؟ الثانيه تبقى بكام؟ ب 80. عمرها ما هتبقى منفرجه. يبقى اسمه مثلث ايه ده؟ المثلث حاد الزوايا. كده احنا خدنا قائم وحاد. تعالي كده اهو. ده انا عندي هنا المثلث ده ب 95. الزاويه دي نختار الزاويه A B C.
لحظة. هنا مثلا ولنفترض ان المجموع الاثنين هيبقوا 85 يبقى حاد. لا، طالما في زاوية أكبر من 90 اللي هي مين؟ المنفرجة. اسمها ايه؟ أكبر من 90 يبقى اسم المثلث ايه؟ منفرج الزاوية. منفرجة من غير ما احاول اجيب اي زاوية ثانية. اسم المثلث اسمه منفرج الزاوية. الكلام ده مش علي، اخذناه في سنة 5 وقديم. لا، ما انا لازم افكرك ايه المثلث شكله او ايه بيقول. طب ما ايه بتاع النهارده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجة النهارده هي مجموع قياسات الزوايا المثلث الداخلي. برضه عارفين ان هو كل الزوايا الداخلة بكام؟ 180. برضه مش موضوعنا، يا نهار مش موضوعنا، هو علمها في المنهج بس هو المهم A B C. هنا في زاوية C اتفقنا اقدر اقول ان دي زاوية C وزاوية A، بس B لها كام زاوية كده؟ 2. لازم احدد انه زاوية عاوزاها. طب اللهم صل، هو عاوز النهارده قياس الزاوية الخارجة. الخارجة دي اهو، هي دي الخارجة. اسمها ايه؟ بي؟ لا ما ينفعش اقول بي. اي بي ال اهو. ادي قياس، سوري، ام قياس زاوية اي بي ال. انت ليش جبتيها كده؟ احنا حكينا من الحصة اللي عدت، اللهم صل على سيدنا محمد. جيبي بي فين؟ في النص. شوف الضلع بتاعها اللي هنا والضلع اللي ايه؟ هنا. راح على الضلع ال، الضلع الثاني اسمه ايه؟ اي. يبقى اي بي ال. يبقى اي بي ال دي بكام؟ معرفش. ده يا ستي بيقول لك مجموع، ايوه، قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا ايه؟ المجاورة لها. يبقى مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. ده مين دي؟ دي بي، بس بي الايه؟ الخارج. طب مين الداخلتين؟ دي ودي؟ والتاني؟ A و C. A زائد C. ينفع بي؟ لا، عشان مجاورة لها. هو حدد لي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. أول نقطة في المثلث يا سنة أولى إعدادي كده وصلت لنا، اللي هي عاوز قياس الزاوية الإيه؟ الخارجي. مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. دي حاجة تمام. أنا عندي مثلث ولتكن أضلاعه 1 ب4، 1 ب6، 4 سم، 6 سم. عاوز الضلع الثالث. هنعمل إيه؟ لا النهارده ده في خطة للمثلث. إيه الخطة دي؟ أتفه خطة في حياتي. بس كده؟ إيه ده؟ تبعني صح؟ ولنفترض إنه معلش إحنا بنعامل مع أولى إعدادي وثالثة إعدادي اللي بالعربي لسه ما زالوا، أولى وثانية وثالثة ابتدائي اللي برضه بالعربي. نفترض ان هو اسم الضلع الثالث اسمه ايه؟ ال. الضلع الثالث ده اكبر، بس هو مش مفتوحه في وشها، بقت اكبر على حرف الكاف. لا سوري، مفتوحه في وشها، هي الكبيره. اكبر من مين؟ اكبر من الفرق. واصغر اهو، اصغر من مين؟ اصغر من المجموع. برضه مش فاهم الفرق بين دي ودي كام؟ 6 ناقص 4. اصغر من ال واصغر من مين؟ من المجموع. من المجموع ايه؟ من المجموع 6 ناقص 4 ب2. 2 اصغر من ال، اصغر 6 و4 10. يعني ال دي ممكن تكون بكام؟ مين المحصوره بينهم؟ 9. ايوه ايوه تمام. ده 100 فل 14 كده. يعني هو بيجيب لك اختيارات، هو عمره ما يسيبها لك كده. يجيب لي ايه؟ يقول لك ال بتساوي مثلا اختيارات، اختار 6 ولا 9، لا 6 ولا 11 ولا 1. ليه؟ أفيدتها علشان 6 بين ال10. تمام، بين ال10 وال2. ينفع 11؟ لا، عشان أكبر من ايه؟ من ال10. أنا عاوزة رقم يكون أصغر من المجموع وأكبر من الفرق. كده احنا وصلنا لكام نقطة؟ نقطتين اللي هو أنواع المثلث. أول حاجة جبنا قياسات الزوايا المثلث الداخلي اللي هنحل بكام؟ ب180.
لا. إذا كان مجموع قياسات زاويتين في المثلث، الزاويتين ب 90 مش الواحدة. طب هي قبل ما يقول لي نوع المثلث، هي الزاوية الثالثة تطلع بكام؟ هو المثلث كله بكام؟ مثلث لا 180. طب 2 ب 90 يبقى فاضلة واحدة صح؟ الواحدة الثانية بكام؟ 90 زائد 90 بكام؟ 90. ايوه 180 يبقى الزاوية الثالثة ب 90. مجموع قياس زاويتين في المثلث بكام؟ ب 90. فينك يا منى؟ مجموع قياس زاويتين في المثلث بكام؟ ب 90. يبقى 2 مجموعهم ب 90 يبقى فضل احنا معانا 3. 2 اخذهم بكام؟ ب 90. فضل واحدة بكام؟ الثالثة ب 90. مش هو كله مثلث. نفترض ان الزاوية دي زائد الزاوية دي ب 90. يقول لك مجموع الزاويتين ايوه تمام. يبقى المثلث الثالث بكام؟ ب 90. كده الرسمه دي غلط، المفروض يبقى المثلث هنا ايه؟ قائم ب 90. هو مش عايز المثلث كلمه 90، مش بيدور على زاويه، هو بيقول لي ان المثلث بكام؟ هو مثال على سيدنا محمد. المثلث ايه نوعه؟ قائم. قائم الزاويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا قطع مستقيمين متوازيين. الدرس الكام ده؟ الدرس الثاني. اخذنا التقاطع، اخذنا مستقيمين متوازيين. انا عندي مستقيم وعندي ايه؟ مستقيم. ما المستقيمين دول؟ متوازيين. قطعهم مستقيم اهو. ده اسمه حرف ايه؟ بالعيد تاني او الاعداد زاد بينهم ايه؟ تبادل. تمام حلو. تبادل. ده تبادل داخلي، لكن لو من بره تبادل ايه؟ خارجي. ده وعندي تاني مستقيم. الدرس الثاني او الاعداد وهذا مستقيم. قطعهم مستقيم. بصوا كده اهو. مش زد ده. ايوه بدل حرف الاف تتعلي صوته اف. يبقى الزاويه نفترض ان دي بايه؟ يبقى زاويه ايه هنا بتساوي زاويه ايه؟ يعني دي ب 50 يبقى هنا بكام؟ ب 50. ب بالتناظر. قلنا طالما اف ب بالتناظر. ولو زاد تبادل. تمام. طب لا إذا قطع مستقيمين متوازيين. يا نهار أنا عندي مستقيمين وهم متوازيين وهذه مستقيم قطعهم. فإن كل زاويتين داخلتين وجهة واحدة من القاطع الحالة الثالثة. عملت تجيبها في الآخر. حرف إيه ده؟ اليو. حلو. اليو بيبقوا متساويين ولا مجموعهم بكام؟ 180. مش متساويين. يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي بكام؟ ب 180. يبقى مروا اليوم متكاملتان. حلو الله ينور. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. قياس الزاوية الخارجة عن المثلث لسه جايين. أنا عندي مثلث طبعا عمره ما هيديكي رقم ولا هتعرفي تجيب رقم يا أولى إعداد. أنا عندي تساوي أيوه مجموع الله ينور. مجموع قياس الزاويتين الداخلتين مع عدد المجاورة له. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة برضه من الدرس الأول أهو. المتجمعة هنطلب بكام؟ 360 ما شاء الله. الشعاع الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين نطلب بكام؟ يا نهاري إيه ده؟ ده احنا ما شرحناهوش من أول درس، بس احنا لما كنا نحل الامتحانات أيا كان أنا عندي زاوية جا شعاع بيقول لك دي قد دي، أو احنا اتفقنا إن لو جت العلامة دي يبقى مالهم الاثنين دول قلنا قد بعض. مال الشعاع قلنا نصفهم. يبقى اسمه ايه؟ من اسمه نصفهم. منصف الزاوية الله ينور. منصف الزاوية. يبقى قسم الزاويتين. افتكر اهو طالما قسم يبقى ايه؟ نصف. طالما قسم نصف من اسمه. نصف يبقى اسمه ايه؟ منصف الزاوية. اللهم صل على سيدنا محمد. هنكمل الأمثلة براهين لحظة ومكملين. اللهم صل على سيدنا محمد. المثلث او الدرس الثالث بمعنى صح للمراجعه بتاعته. انا عندي هنا برضه شكل مثلث اوجد بالبرهان قيمه اكس. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنقول له هنا ايه؟ هو عاوز اكس. اكس دي من وين؟ قاعده فين؟ بره
170 دي بكام هنا؟ 104. 104. اقول زاويه دي واسقط ينفع؟ اقول الحل قياس زاويه ينفع اقول بي بس؟ بي لها كام زاويه؟ 2. فانا احدد انا بي اللي انا عاوزها، انا عاوزها من جوا. سي بي اي. رحت لا من اللي قالت لي اي بي سي الاثنين يمشوا. اي بي سي بكام؟ 180 ناقص كام؟ 104 هتديني 76 درجة. شكرا. كده انا جبت 76 من خلال ان ده خط مستقيم. هي وهنكمل المسألة برضه. ده ايه؟ خط ايه؟ تمام. خط مستقيم مجموعه بكام؟ 180. طيب اقسم الزاوية الأول عشان أكتر حاجة نغلط فيها. أحط سي في النص. شوف الأضلاع اللي مرحلة أهو. ضلع مين وضلع دي وإيه؟ دي بيبقى A C B B C A مثل الاثنين ايه؟ صح. 180 ناقص الكم اللي هو 110. 110 هتدينا كام؟ 180 ناقص 110 هتدينا 70. حلو. كده انا عاوزه اكس من جوه يبقى طبيعي 70. سامي هات الثالث. مش عايزه والله ما هجيب الثالث. ايوه بالظبط. لان اكس بتساوي ايه؟ مجموع قياس مجموع الزاويتين الداخلتين مع عدد المجاوره لها. فبالتالي هقول له اكس بتساوي 76 زائد كام؟ زائد 70 تديني 146. من احلى المسائل اللي ممكن تعدي علينا. والطالب يشوفها يتخض. ده انا كل المثلث من جوا مش عارفه. لا عندك كذا خط مستقيم استغليه. اللهم صل على سيدنا محمد. مكملين. انا عندي هنا اي بي يوازي اف دي. انا مش هحكي. انتوا اللي هتقولوا لي ايه في النهارده. طب طالما في يوازي حرفين يعني. حلو. وهنا في قاطع ليهم اهو. ما انت مش اشطر مني انا عارف. ايوه الله ينور. قياس زاويه بي بتساوي قياس زاويه دي. ب تبادل ولا تناظر ولا متكاملين بالحدود العادي؟ تبادل. تمام. كده هقول له الحل قياس. لا اقول الاول انه في ايه؟ توازي. مين يوازي مين؟ A B يوازي D F. طب تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. A B يوازي D F. ومين قاطع لهما؟ بي دي. ايوه بي دي. سوري. وبي دي قاطع لهما. يبقى قياس دي بي ملهاش زاويه واحده صح ولا لا؟ يبقى اذا قياس زاوية بي بتساوي قياس زاوية مين؟ دي بكام؟ ب بالتباعد. لازم تكتبها ولا لازم تكتبي؟ ما احنا خدنا ايه اول حصة؟ يبقى دي بكام؟ ب60. شكرا. احنا ما عرفناش هو عاوز ايه. طب تمام هو عاوز دي. انا جبت اول حاجة اهو. جبتها من غير ما ادور هو عاوز ايه لان انا فاهمة الدرس بيقول. طب بعدين عاوز قياس زاوية دي سي اف. ايش كده وراه؟ دي سي اف. هي سي. احنا اتفقنا طالما في النص بدور على مين؟ هو سي. بس سي انهي من جوه ولا من بره؟ دي 3 زوايا سي. 1 2 3 من بره. بكام؟ من جوا. من جوه. تحت المثلث ولا خارج المثلث؟ داخل المثلث. مجموع قياسات المثلث. هتابع اهو. مجموع قياسات المثلث الداخله بكام؟ حلو. الداخله بكام؟ ب 100 زي ما احنا هنا 180. نروح نقول له اذا قياس زاويه دي سي اف بتساوي 180 ناقص كام؟ 60. ايوه زائد 20. الله ينور يا سنه اولى اعداد. زائد 20. 180 ناقص 60 و20 80. يبقى كده منها سي جبتها بكام؟ ب 100. في اسهل من كده؟ طب تمام. كده احنا خدنا اول حاجه ايه؟ الزوايا الحاده لا صفريه حاده قائمه منفرجه مستقيمه منعكسه. دي اخذنا اول حاجه درجه الزوايا. ثاني حاجه اخذنا التوازي. لو مستقيمين متوازيين واحد قاطع لهما بيديني كم حرف؟ 3 حروف. يا زد يا اف يا يو. زد واف هقول لك شكرا. زد متساويين بالتبادل واف متساويين بالتناظر. لا يا مس ده اللهم صل على سيدنا محمد ولا زد ولا اف ولا يو ولا زد ولا اف. ده يو فيهاش تساوي. مجموعهم بكام الاثنين؟ يو. ايوه ب 180. يبقى زاويتين ايه اسمهم كده؟ مش
بيقول لك مجموع 180 انا بقول له زودين مجموع اي داخله تاني وجهه بالقبس ايه اسمه؟ طب متم تاني؟ أيوة مستمتع. لا. بس يا ولد أيوة. اهو اهو 180 بكام؟ متكاملتان 180 مالهم متكاملتان، يبقى انا عندي لو توازي مستقيمين متوازيين 3 حروف زد للثاني زد واف، زد واف دول اولاد حلال كله بيت متساويين، لكن يو تعبانه شويه مجموعهم بكام؟ مجموعهم بكام؟ يبقى اسمها زوجتان ايه؟ متكاملتان. تمام، دي احنا خلصنا كتاب التناظر. فاخر حاجه في المثلث واتفقنا ان مجموع قياسات المثلث كلها بكام؟ بكام مجموع قياسات المثلث؟ 180. كل زوايا المثلث بكام؟ 180. مجموع قياس الزاويه الخارجي قياس داخلين مع عدد المجاوره لها. كده احنا خلصنا. اللهم صل على سيدنا محمد. مراجعه الدرس الثالث مع مراجعه الدرس الاول والثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. كان فهم ما تنساش دوس لايك، تعمل اشتراك، وان شاء الله تفهم الدرس. احنا كده مستنيين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد 3 فيديوهات 3 دروس بس. هنعملهم امتى؟ هنعملهم الشهر اللي جاي، لان كده خلصنا امتحانات شهر فبراير. اللهم صل على سيدنا محمد. فاضل الجب ان شاء الله هينزل لك قريب قبل ما ندخل على شهر نوفمبر. معلش قبل ما ندخل على شهر نوفمبر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.